السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير على خير في احسن الاحوال. المهم اليوم غنحضر معكم تشيز كيك اللي كيجي لذيذ بزاف، واهم حاجه انه اقتصادي ما كيبغيش المقادير بزاف. فبقوا معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. بحال ديما ما تنساوش واحد الجمله ما فيها والو الا درتوها، وتابوناو باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم جميعا، والا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير. فبقاو معايا ومرحبا بكم. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاج 6 الباكيات ديال البسكوي، هذوك ديال الدهن، شديتهم وطحنتهم، ضفت عليهم 6 المعالق ديال الزبده اللي ذوبتهم، عاد ضفتهم عليهم حتى كتجمع لينا البسكوي على هذا الشكل. كنجيبوا مول اللي غادي نديرو فيه، اللي يقدر يدخل الفرن، وغنديرو فيه البسكوي، كنسرحوه على هذا الشكل. من بعد كنديروه في الثلاجه. في الكريمه غادي نحتاجو كاس عامر ديال بودره الحليب، غادي نحتاجو ثلاثه دوانه بيرلي، وجوج شاسي فاني، وغنضيف عليهم 5 المعالق ديال السنيده. من بعد كنحركو الكل حتى كنتحصلوا على كريمه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا هو الضرون الثالث اللي ضفت. فحركت الكل حتى تحصلت على كريمه. خرجت البسكوي من الثلاجه وضفت عليه ديك الكريمه، كنطاليه كنسرحوا عليها كلها، وكندخلوا الفرن على درجه حراره 180 غير من الفوق من 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه، حتى يتحمر لينا هكا على هذا الشكل. هكا ما يتحرقش، غير هكا يكون هكا ونخرجوه. بالنسبه للطبقه الثالثه كتبقى على حسب الاختيار، تقدري ديري غير حليب مع شويه النشا والفلون وديريه من الفوق، كيف ما تقدري ديري الكراميل، وبصحه وراحه.